السلام عليكم، اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفه حلوه جدا لتفتيح للعيد. طبعا خلاص كل سنه وانتم طيبين، العيد قرب ورمضان خلاص ماشي. وطبعا في بنات وستات كتيره جدا بتحتاج وصفات لتفتيح البشره، وكمان بتحتاج مقشر للبشره. معظم الستات بتعمل طبعا فتلة في العيد او بتعمل ازالة لشعر الوجه في العيد وكده، بيبقى محتاجين ماسكات بعد ازالة الشعر تفتيح البشرة وازالة البقع اللي بتكون موجودة في البشرة، وكمان الاسمرار اللي بيكون موجود تحت العين وحوالين الانف وحوالين الشفايف. النهارده جايبه لكم وصفة بتعمل كل ده، منها تفتيح، منها هتخلصك من البقع واثار الحبوب، وكمان منها تقشير حلو جدا للبشرة. ان شاء الله المكونات موجودة عندنا في البيت، وان شاء الله المكونات بسيطة جدا. عايزاكي تتابعي الفيديو للاخر عشان تستفادي منه. اول مكون معانا هجيبه لكم دلوقتي. اول مكون معايا هاخد طبعا انا هعمل بشرة الوجه بس، هاخد كده معلقة صغيرة من البن المطحون، وما تكتروش في البن عشان البن غالي. تمام كده خدنا معلقة صغيرة من البن. تاني مكون معايا يا جماعة وهو هيكون معلقة صغيرة مليانة من النشا، نشا الذرة. تمام كده معايا معلقة صغيرة بن، معلقة صغيرة مليانة. احنا قلنا هنحط معلقة صغيرة بن مش مليانة عشان البن غالي، ومعلقة صغيرة مليانة نشا. تمام دي كده اتنين المكونات الاتنين، نخلطهم مع بعض كده. في مكون تالت مهم جدا، المكون ده حلو في التفتيح وحلو كمان للترطيب، ومهم جدا ان احنا نحطه هنا. وفي مكون حلو برضو في التفتيح بس مش موجود عندي، بس هو المفروض ان هو يتحط، وهو العسل النحل. لو عندك عسل نحل ابيض حطي منه معلقه صغيره على المكونات دي، هيبقى بن مطحون ونشا ومعلقه صغيره مليانه زبادي. تمام. وفي الوقت ده لو انا عندي عسل نحل هحط معلقه صغيره عسل نحل، بس انا طبعا زي ما قلت لكم مش عندي. وهبتدي اخلط المكونات كلها مع بعض، لازم ادمجهم كلهم مع بعض، لان في الاخر اصلا هيديني قوام الكريم كده، وهوريهولكم دلوقتي. زي ما قلت لكم هنقول المكونات تاني. الوصفه دي هتعمليها للعيد، تفتيح البشره، ازاله البقع، اثار الحبوب، الاسمرار اللي بيكون تحت العين حوالين الانف وحوالين الشفايف. بعد بتعملي ازاله للشعر، لشعر الوجه. تمام. ويفضل طبعا ازاله الشعر بالفتله، لان اي حاجه تانية طبعا لو عملتي ازاله للشعر بالشفره الشعر هيطلع كبير جدا وكتير جدا. لو عملتي ازاله للشعر بالسويد البشره بتترهل، بعد كده بتترهل من السويد، وكمان البشره بتلتهب وبتعمل بقع سودا. وكذلك لو عملتي برضو وشك بالشمع نفس الموضوع، هيحصل برضو ترهل وهيحصل برضو بقع، وكمان مع الوقت وشك هيبقى عامل زي المحروق كده، وبيشيل طبقات من الجلد بتاعت البشرة. فهو احسن حاجة لازالة الشعر الوجه هي الفتلة. تمام. بعد ما بتعملي زي ما قلت لك ازاله للشعر بالفتله، بتجيبي معلقه صغيره مش مليانه بن، معلقه صغيره مليانه نشا، معلقه صغيره مليانه زبادي، وبتخلطيهم مع بعض، وبيكون في الاخر معانا القوام بالشكل ده يا جماعه، بيكون بالشكل ده. تمام. بشرتنا مغسوله نظيفه متنشفه كويس جدا، مفيش عليها اي حاجه، وبنبتدي ناخد من الكريم اللي احنا عملناه ده وبنبتدي نوزعه على البشرة بتاعتنا كله. بصوا هو الزبادي مع البن، مع الزبادي مع البن مع اللهم صل على النبي مع النشا حلوين جدا. الزبادي حلو قوي 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 في الترطيب، يعني لو بشرتك محتاجه ترطيب هيرطبهالك. حطي الماسك على وشي وارجع لكم. خلاص حطيت الماسك على وشي زي ما انتم شايفين. طبعا الطرحه اتبهدلت، بس طبعا كله فداكم،
طبعا فداكم اي حاجه. انا دلوقتي حطيت الماسك على وشي زي ما انتم شايفين، وهيتساب لحد ما ينشف خالص. انا حطيت على وشي ولسه في كمان يكفي كمان ان يتحط على الايد ويتحط كمان على الرقبه. يعني لو بقى منك حاجه اوعي ترميها، هتوزعيها على رقبتك وهتوزعيها على ايدك كمان. الماسك لازم يتساب لحد ما ينشف خالص على البشرة، وبعد كده بيتشال عن طريق الفرك بحركات دائرية بالراحة جدا جدا يا جماعة. واحنا بنشيله من تحت لفوق مش من فوق لتحت، من تحت لفوق مش من فوق لتحت. بنعمل كده. انا مش عايزة احط ايدي عليه عشان لسه طري، مستنياه لما ينشف. بنعمل كده فرك بحركات دائرية من تحت لفوق من تحت لفوق، وبعد كده بتغسلي بشرتك عادي جدا. حابه تحطي اي كريم مرطب حطي، مش حابه براحتك. هو كده كده في زبادي، الزبادي ده مرطب لوحده، تمام. ولو عندك عسل نحل اوعي تنسي تحطي العسل النحل لو موجود، مش موجود ما تحطيهوش. بس بقولك الوصفه بتبقى احلى، هي جميله بس بتبقى احلى واحلى لما حطينا عليها العسل النحل. طبعا انا هقعد لحد ما ينشف خالص، وبعد كده هغسل وشي وهبقى ارجع اوريكم النتيجة في الاخر ان شاء الله. بس هسيبه ينشف خالص لان مش هينفع اشيله دلوقتي، تسيبيه لحد ما ينشف. اول ما تحسي ان هو نشف تقومي شايلاه وغاسله بشرتك كويس وجربيه، وان شاء الله باذن الله هتدعيلي. الوصفه دي يا جماعه بتتعمل للتفتيح وترطيب البشره، ازاله البقع، اثار الحبوب، وكمان الاسمرار اللي بيكون تحت العين حوالين الشفاه. مش حاطه تحت عيني، بس انا يعني هو ممكن تحطي لحد هنا كده مفيش اي مشاكل خالص، بس ما تجيش تحت العين هنا قوي، تمام. زي ما انا حاطه كده الحته اللي تحت العين دي ما تقربيش منها، تمام. اسمرار تحت العين حوالين الشفايف وحوالين الانف. بصي انا حاطه حوالين الانف لاني عندي هنا اسمرار برضو، في هنا عند الشفايف هنا في اسمرار، بس انا تلاقيني كمني حطيت الماسك في الكاميرا مش موزعاه حلو. لو قدام مرايه كان هيبقى افضل. فانا بقول لك جربيه وباذن الله هيعجبك جدا. هو بيتعمل مرتين بس في الاسبوع، ويكون الايام متباعده عن بعض، مش كل يعني مش يومين ورا بعض. هستنى لما ينشف واغسل وشي واجي اوريهولكم. ورجعت لكم تاني خلاص نشف على وشي وشلته. زي ما انا قلت لكم الطريقه، نفرك كده بحركات دائريه من تحت لفوق. وبعد كده غسلت وشي بميه عاديه خالص من الحنفيه. بجد حلو جدا يا بنات، حلو قوي قوي قوي. عايزاكم تجربوه. طبعا لو حبيتي تعمليه مرتين يكون حلو برضو، بيكون افضل، وكله هيكون حاجات مفيدة جدا لبشرتك. البن حلو، النشا حلو، وكمان الزبادي حلو. مفيش اي حاجة مضرة لبشرتك خالص، وممكن اي حد يعملها لان هي ما بتعملش تحسس في البشرة، لان هي ما فيهاش مواد تعمل تحسس للبشرة خالص. عايزاكم تجربوها لوصفات تفتيح العيد، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم.